عمال يجي لي اسئله يا مستر التاريخ صعب، يا مستر اشرح التاريخ. فانا جاي النهارده عشان اغير وجهه نظرك عن التاريخ بتاع ثالثه اعدادي، وباذن الله تعالى تطلع من الفيديو ده الدنيا متظبطه اخر تظبيط عندك في التاريخ. فانا عايزك تركز معايا وسمي الله. عايزك بقى تصحى وتركز معايا قوي. عندنا يا حبايب قلبي الدرس الاول في التاريخ بيتكلم عن ثوره 23 يوليو 1952. وهنا يا حبيب قلبي يجي يقول لك اول سؤال: اختلفت الكتابات وتعددت الاراء حول ثوره 23 يوليو 1952. حبيب قلبي، اي اتنين في الحياه عموما عندهم اختلاف وجهات نظر، تلاقي الأغلبية ليه رأي وده ليه رأي. بمعنى إن لو القلم ده، والله يا مستر في واحد هيقول لي والله القلم ده شيك وشكله حلو، واحد تاني يقول لي لا يا مستر القلم ده مش عاجبني، طب واحد تاني يقول لي يا مستر القلم ده غالي، واحد تاني يقول لي يا مستر القلم ده رخيص. يبقى فأول أهمية أما أجي أقول لك إن الثورة اكتسبت أهمية كبيرة لما اقترقته، لما فعلته. بص بقى، أول حركات التحررية في المنطقة العربية بشكل خاص، يعني الدول العربية والعالم بشكل عام، كل العالم. ولما أسهمت يا حبيب قلبي ثورة 23 يوليو، عملت حركتين دوليتين. أول حركة اسمها حركة عدم الانحياز، وهتفهم بعد كده يعني ايه والحياد الإيجابي. يعني ايه يا مستر حياد إيجابي؟ يعني أنا ولا مع دي ولا مع دي، انا ولا منحازه لدي ولا منحازه لدوله دي. طب يا مستر احنا كان عندنا زمان كتله اسمها كتله شرقيه وكتله اسمها كتله غربيه، يبقى كتله شرقيه وكتله غربيه. الكتله الشرقيه دي بنسميها الاتحاد السوفيتي، طب الكتله الغربيه بنسميها الولايات المتحده الامريكيه. يبقى مصر وقفت في النص ما بين الكتله الشرقيه وما بين الكتلة الغربية، ما بين الاتحاد السوفيتي وما بين الولايات المتحدة الأمريكية. يبقى أول آراء، يلا حبيب قلبي قولها كده معايا. يبقى أول سؤال: اختلف بعض المؤرخين في الآراء حول ثورة 23 يوليو 1952. أول آراء من المؤرخين قالوا إيه؟ والله يا مستر إن الثورة دي كان لها أهمية كبيرة في الوطن العربي بشكل خاص والعالم بشكل عام، لما تركته من حركات دولية زي حركتين: حركة عدم الانحياز وحركة الحياد الإيجابي. طب يرى بعض المؤرخين إن الثورة دي ما بدأتش عندما قامت الثوار بقيام أو بتأسيس الضباط الأحرار. وبعض المؤرخين يقولوا إيه؟ إن الثورة دي يعني يا مستر ما عملتش أي حاجة، هي ما قامتش من دلوقتي، أمال ده كانت نضالا كبير قديم قوي ضد الاستعمار، ضد الفساد، ضد الظلم، ضد الاحتلال. كل ده هو كان من زمان، من ايام ثورتين: اول ثوره اسمها الثوره العرابيه بتاعت احمد عرابي، برافو، وثوره 1919 بتاعت الزعيم سعد زغلول. فاما اجي اقول لك ان الثوره دي لم تبدا عندما قاموا بتاسيس ضباط الاحرار، امال يا مستر من امتى؟ او عندما سيطرت قاده الشعب او قاده الثوره، او عندما سيطرت قاده الثوره على مقرات الجيش سواء في القاهرة أو الإسكندرية والإذاعة المصرية. إنما كان هذا التحرك مكملا لنضال طويل، لنضال قديم من أيام الثورة العرابية وثورة 1919 لحد ما ثورة 23 يوليو 1952 قامت. يبقى بعض المؤرخين قالوا والله يا مستر ان الثورة دي مهمة جدا 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 لما تركته من حركات تحررية في الوطن العربي بشكل خاص والعالم بشكل عام، وقاموا بتأسيس حركتين: حركة عدم الانحياز والحياد الإيجابي. طب تاني بعض المؤرخين بيقولوا ان الثورة دي ما اتعملتش من دلوقتي، هي ما كانش لها أهمية من دلوقتي، امال يا مستر كان لها نضال طويل من زمان ضد الفساد، ضد الظلم، ضد الاستبداد، ضد الاستعمار، ضد الاحتلال. كل ده الثوار كانوا واقفين وبيقاوموا ضدهم كلهم من ايام الثوره العرابيه بتاعت احمد عرابي، ومن ثوره 1919 بتاعت القائد وبتاعت الزعيم سعد زغلول، حتى قيام ثوره 23 يوليو 1952. طب ركز يا حبيب قلبي، نخش في الموضوع على طول.
نخش في الموضوع. عندنا تنظيم الضباط الاحرار الذي اسسه جمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر بقول لك بقى هو تكون من مجموعه ضباط من الجيش المصري. يبقى مين هم الضباط الاحرار؟ هم مجموعه من الجيش، هم مجموعه من الجيش. طب هم مجموعه من الجيش نظموا صفوفهم في سريه تامه، نظموا صفوفهم في سريه تامه بهدف القيام بثوره للقضاء على الفساد وتحرير البلاد واستقلال مصر من الاحتلال البريطاني. طب يا حبيب قلبي اي ثوره لازم تقوم لازم يكون في مقومات، لازم يكون في عوامل، لازم يكون في اسباب. يبقى اي ثوره تقوم لازم يكون في مقومات، لا اما يكون في عوامل لا اما يكون في اسباب. يبقى الثلاثه واحد. ايه هي يا مستر عوامل قيام ثوره 23 يوليو 1952؟ بقول لك اول نقطه استمرار الاحتلال البريطاني وتدخله في شؤون مصر. قولها تاني، استمرار الاحتلال البريطاني وتدخله في الشؤون الداخلية لمصر. قولها تالت، استمرار الاحتلال البريطاني وتدخله في الشؤون الداخلية لمصر. برافو عليك. طب تاني نقطة، هزيمة الجيش المصري في حرب فلسطين. هزيمة الجيش المصري في حرب فلسطين 1948. فساد نظام الملكي. تاني فساد نظام الملكي. تاني فساد نظام الملكي. قول يا حلو قول، قول يا حلو قول. عدم وجود حياة ديمقراطية. عدم وجود حياة ديمقراطية. عدم وجود حياة ديمقراطية. تدهور أحوال اقتصادية. تدهور أحوال اقتصادية. سوء الأحوال الاجتماعية. سوء الأحوال الاجتماعية. يبقى ما أقول لك أسباب ثورة 23 يوليو هتقول له والله يا مستر ده 6 حاجات. أول واحدة استمرار الاحتلال البريطاني وتدخله في شؤون مصر الداخلية. برافو. هزيمة الجيش المصري في حرب فلسطين 1948. برافو. ثالث حاجة فساد النظام الملكي. فساد النظام الملكي. فساد النظام الملكي. عدم وجود حياة ديمقراطية. تدهور الأحوال الاقتصادية. سوء الأحوال الاجتماعية. هناخد كل واحدة بالتفصيل. صلى على حبيبك النبي عليه الصلاة والسلام. أول نقطة استمرار الاحتلال البريطاني وتدخله في الشؤون الداخلية لمصر. يا مستر اديني دليل. من حيث بقول لك ان معاهدة 1936 لم تحقق الاستقلال الحقيقي لمصر. دلل حبيبي. انت كنت خدت الترم اللي فات ركز معايا. 1936 دي كانت معاهدة يا مستر كانت ما بين واحد اسمه مصطفى النحاس باشا وكانت ما بين انجلترا. ركز بقى. كانت انجلترا راحت للملك فاروق ركز وحصرته بالدبابات لان الملك فاروق كان بيماطل. كلمة مماطلة يعني بياخدهم على قد عقلهم يا مستر. بيقول لهم ايه؟ حاضر، بكره، بعده، حاضر حاضر. فقالوا له انت لو ما وافقتش على القرارات اللي احنا هنقولها احنا هنمشيك من الحكم، احنا هنضربك ونموتك. وده فعلا قام به الاحتلال البريطاني ان هم يروحوا يحصروا قصر عابدين بالدبابات على الملك فاروق لاجبار الملك فاروق بتعيين مصطفى النحاس باشا رئيسا للحكومة المصرية. قولها بقى تاني كده. يبقى بقول لك ان معاهدة 1936 لم تحقق الاستقلال الحقيقي لمصر. طب بسبب ايه يا مستر؟ حيث قامت قوات الاحتلال البريطاني بحصار قصر عابدين على الملك فاروق واجباره بتعيين مصطفى النحاس رئيسا للحكومة المصرية عشان يعمل معاها معاهدة 1936. تمام كده؟ لأن مصطفى النحاس قبل ما يكون رئيسا للحكومة هو كان يا مستر رئيس حزب الوفد. ما كان سعد زغلول مات فهو اللي كان مسك حزب الوفد. فانجلترا راحت اتفقت معاه لأن كان هو عامل توكيلات للشعب. أما سعد زغلول مات مش سعد زغلول كان عامل توكيلات؟ افتكر معايا كان عامل توكيلات صح؟ فاما سعد زغلول مات هو اللي بقى رئيس حزب الوفد فهو بيعمل زي ما سعد زغلول عمل. تمام؟ يبقى الكلمة كلمته والشورى شورته على الشعب كاملة. فهم راحوا اتفقوا معاه ان هم يعملوا معاهده اسمها 1936 ان هم يمشوا من مصر بس ياخدوا مطاراتنا ياخدوا موانينا. طب تاني نقطه هزيمه الجيش المصري في حرب فلسطين 1948.
بص يا حبيب قلبي، بقول لك بسبب دعم الولايات المتحده اللي هي امريكا. طب امريكا يا مستر ساعدت مين؟ ساعدت اسرائيل هي وبريطانيا. بسبب مساعده امريكا بريطانيا لدوله اسرائيل، لان حرب فلسطين انت هتاخدها بعد شويه، ان حرب فلسطين كانت ما بين الدول العربيه تمام وما بين دوله اسمها دوله اسرائيل. فمين بقى اللي ساعد اسرائيل؟ دولة اسمها أمريكا ودولة اسمها بريطانيا. يبقى بسبب دعم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لدولة إسرائيل. طب تاني نقطة، إن الجيش المصري ما كانش مستعد بالطريقة الكافية إن إحنا ندخل نحارب. يبقى عدم استعداد الجيش المصري والجيوش العربية عسكريا للحرب. يبقى دي تاني نقطة بتاعت هزيمة الجيش المصري في حرب فلسطين 1948. طب تالت نقطة، فساد النظام الملكي. حبيب قلبي، هو مين يا مستر الملك؟ والله مستر هتقول لي الملك فاروق. طب بقول لك بسبب استبداد الملك فاروق الحكم وانتشار الرشاوي كما حدث في صف أسلحة الفاسدة. حبيبي احنا كنا هندخل حرب اسمها حرب فلسطين، صح كده؟ واحنا عرفنا ان احنا ما كناش مستعدين للحرب، وكانت الاسلحه بتاعتنا اسلحه ضعيفه، اسلحه بدائيه. يبقى اما اجي اقول لك فساد النظام الملكي هتقول له والله يا مستر استبداد الملك فاروق الحكم. تاني نقطه، انتشار الرشاوي كما حدث في صفقه الاسلحه الشرقيه او الاسلحه الفاسده. يلا حبيب قلبي، رابع نقطه، عدم وجود حياه ديمقراطيه سليمه. ليه يا مستر ما كانش الحياه عندنا في مصر ما كانتش حلوه؟ بص بقى، بسبب خضوع مصر ضد الاحتلال البريطاني، يبقى مصر خاضعه للاحتلال البريطاني، وفساد النظام الملكي بتاع الملك فاروق. طب بعد كده فساد الاحزاب السياسيه وزياده الصراع بينهما من اجل الوصول الى الحكم. حبيب قلبي تخيل كده احنا قاعدين على سفره ماشي، افتكر نفسك انت الشعب تمام، فانت اخواتك قاعدين ووالدك ووالدتك كلكم قاعدين وخالاتك وخلانك وكل ده قاعد، وانت قاعد بتاخد رايهم في حاجه، هل هتلاقيهم كلهم رايهم واحد؟ لا يا مستر، هتلاقيها هيكون ده ليه راي، ده ليه راي، ده ليه راي، ده ليه راي. انت هتتشتت ولا مش هتتشتت؟ يا مستر طبعا هتشتت. الشعب كان كده، الشعب كان فيه احزاب سياسيه كتير، كل حزب يقول له انتخبني عشان هعمل لك كل اللي انت عايزه، انا هعيشك حياه حلوه، انا هعمل لك اللي انت عايزه، انا هعيشك حياه حلوه. طب هو يا مستر هيعمل ايه؟ كلهم بيتخانقوا على الصراع على السلطه، ان هم كلهم بيتخانقوا على الحكم يا مستر، مما ادى الى وجود عدم حياه ديمقراطيه سليمه. اوكي كده؟ طب بعد كده تدهور الاحوال الاقتصاديه يا مستر لمصر بسبب ايه؟ ليه الفلوس في مصر ما بقتش يا مستر كويسه، ما بقتش كتيره، مما ادى الى توقيع معاهده 1936، وده جعل مصر ميدانا لمعارك الحرب العالميه الثانيه. مصر ما كانش لها في حرب يا مستر، بس انجلترا اما خدت مننا قناه السويس في معاهده 1936 ان هي تستخدم مطاراتنا، ان هي تستخدم اسلحتنا، ان هي تستخدم الطرق بتاعتنا وتمشي فيها، خلى مصر هي ميدانا لمعارك الحرب العالميه الثانيه واستنزاف موارد مصر لخدمه بريطانيا وحلفائها. طب يا مستر اما اجي اقول لك ما النتائج المترتبه على ان هم كانوا مستنزفين موارد مصر، ايه النتيجه يا مستر؟ هل الناس هتعيش عيشه كويسه؟ لا بالعكس، فارهاق الاقتصاد المصري، خلاص بقى مصر مش قادره، ما فيهاش فلوس اصلا، وزياده معاناه افراد الشعب المصري، فادى الى زياده انتشار الفقر والمرض والجهل. طب بعد كده سوء الاحوال الاجتماعيه. كلمه اجتماعيه يعني الافراد، يعني الاسر. بص بقى، اول حاجه الصراعات السياسيه اللي كانت موجوده في الاحزاب السياسيه كلهم من اجل الصراع على الحكم. ركز معايا. بعد كده وعدم وجود سياسات واضحه وثابته للاصلاح الاجتماعي، ما كانش فيها مستر حاجه ثابته اللي انا اقول عليها اللي احنا هنعيش عيشه كويسه. طب تاني حاجه ظهور ظاهره تسمى ظاهره الاقطاع. ظاهره الايه؟ الاقطاع. طب ايه يا مستر ظاهره الاقطاع؟ هي سوء توزيع ملكيه الارض الزراعيه. يبقى اما اجي اقول لك ما المقصود بظاهره الاقطاع؟ كلمه الاقطاع هي سوء توزيع ملكيه الارض الزراعيه، تاني سوء توزيع ملكيه الارض الزراعيه، تالت سوء توزيع ملكيه الارض الزراعيه. طب مما جعل الى، بقول لك ان انا مش عارف اوزع الارض الزراعيه، بمعنى ماما عامله صينيه كنافه، انت كلتها كلها، لهطتها كلها، البتنجان اخد البرجر في حته تانيه. هتيجي تقول لك ايه؟ انت مفجوع يالا، انت ما سبتش حاجه لاخواتك ليه يالا؟ طب ده حاجه حلوه ولا وحشه؟ لا يا مستر وحشه طبعا، لان انا ما سبتلكمش حاجه. هي دي ان انا خلى فئه معينه
هي اللي تملك. تمام؟ يبقى جعلت فئة صغيرة من الناس من الأفراد تملك وتستبد في الناس. هي يا مستر أغنى ناس في الدولة، هي اللي متحكمة في كل حاجة، وبقية الناس ما معهاش أي حاجة، مما أدى إلى أو مما جعل فئة صغيرة تملك وتستبد. طب إيه يا مستر اللي هيحصل؟ طبعا أدى إلى انتشار ظاهرة الفقر والجهل والمرض. طب يلا حبيب قلبي، أهداف ثورة 23 يوليو 1952. والله يا مستر هو كانوا عايزين يقضوا على 3 حاجات ويقيموا 3 حاجات، يبقى 3 قضاء 3 إقامة، 3 قضاء 3 إقامة، 3 قضاء 3 إقامة، 3 قضاء 3 إقامة. القضاء على الاستعمار، والقضاء على الإقطاع، والقضاء على الاحتكار. يبقى القضاء على الاستعمار، القضاء على الإقطاع، القضاء على الاحتكار. يبقى هم عايزين يقضوا على الاستعمار وأعوانه اللي هي دولة بريطانيا. طب عايزين يقضوا على ظاهرة الإقطاع اللي هي في فئة تملك وتستبد في الناس. طب ظاهرة الاحتكار وسيطرة رأس المال، افتكر معايا إذا كان ظاهرة الإقطاع اللي كان قام بها محمد علي، ومحمد علي عملها في الاقتصاد بتحديد نوع الغلات التي تزرع، وتحديد نوع المنتجات التي تصنع، وتحديد أثمان شرائها وأثمان بيعها. افتكر معايا من الترم الأول. فإنجلترا هي اللي دلوقتي اللي ماسكة كل حاجة، بقى هي اللي في فئة كبيرة هي اللي مستولية على كل حاجة. يبقى أما أجي أقول لك يا مستر أهداف الثورة، هتقول والله يا مستر 3 حاجات: القضاء على الإقطاع، القضاء على الاحتكار، القضاء على الاستعمار. برافو عليك وركز، أنا هنا بقول لك أهداف الثورة، ما قلتش عوامل، ما قلتش أسباب، ما قلتش مقومات الثورة. يبقى لو قلت لك عوامل الثورة هتقول لي ال6 اللي هم إيه؟ تدخل إنجلترا في شؤون مصر الداخلية، فساد النظام الملكي، هزيمة الجيش المصري في حرب فلسطين، عدم وجود حياة ديمقراطية، سوء الأحوال الاقتصادية، وسوء الأحوال الاجتماعية. طب لو قلت لك أهداف الثورة هتقول لي 3 قضاء 3 إقامة، 3 قضاء 3 إقامة. طب يا مستر أنا عايز أقيم إيه؟ أنا كده أنا قضيت على الاستعمار، عايز أقضي على الإقطاع، عايز أقضي على الاحتكار. هعمل إيه؟ أول حاجة جيش وطني قوي، جيش وطني قوي، عدالة اجتماعية، حياة ديمقراطية. جيش وطني قوي، عدالة اجتماعية، حياة ديمقراطية. عندنا مستر أحداث ثورة 23 يوليو 1952. بيقول لك إيه يا مستر الأحداث؟ يعني إيه اللي حصل؟ بيقول لك في صباح يوم 23 يوليو 1952 تحرك ضباط الأحرار، وأنت خلاص فهمت إن الضباط الأحرار من الذي أسسه جمال عبد الناصر. طب ايه اللي حصل؟ بيقول لك تحرك ضباط الاحرار وسيطروا على المواقع المهمه سواء في مدينه القاهره او مدينه الاسكندريه، فاصبحت القاهره باكملها تحت سيطره قوات الثوره او قوات الثوره. طب ايه اللي حصل؟ بيان الثوره بيقول لك خلاص احنا بقى استولينا على خلاص القاهره واسكندريه، فبيقول لك بيان الثوره في الساعه 7:30 صباحا، 7:30 الصبح. ايه اللي حصل؟ تم أذيع أول بيان للثورة، أذيع أول بيان للثورة من الساعة 7:30 صباحا. تم أذيع أول بيان للثورة من مبنى الإذاعة المصرية بمحافظة القاهرة بصوت محمد أنور السادات باسم اللواء محمد نجيب. قولها تاني، باسم اللواء محمد نجيب بصوت محمد أنور السادات. يبقى مين اللي اتكلم في الإذاعة المصرية؟ محمد أنور السادات. طب باسم مين يا مستر؟ اللواء محمد نجيب. يبقى أذيع أول بيان للثورة من دار الإذاعة المصرية باسم اللواء محمد نجيب القائد العام للقوات المسلحة بصوت محمد أنور السادات. وبموجب هذا البيان أصبح اللواء محمد نجيب مسيطر على المواقع المهمة وقطاعات الشعب المصري في جميع المحافظات. طب إيه اللي حصل؟ مطالب الثورة، جه محمد نجيب ومعاه محمد أنور السادات ومعاه جمال عبد الناصر وبعض القوات من الجيش المصري أو من القوات المسلحة، راحوا للملك فاروق لأنه الملك او الحاكم، راحوا طلبوا منه مطالب. طب ما اقول لك يا مستر ايه هي مطالب الثوار من الملك فاروق؟ والله يا مستر هتقول لي ايه؟ قالوا له ايه؟ عم ملك فاروق تنازل عن حكمك لابنك احمد فؤاد الثاني. قولها تاني، تنازل عن حكمك لابنك احمد فؤاد الثاني. طب تاني حاجه، مغادره البلاد، سيب البلد ومشي
قبل الساعة 6 مساء من يوم 26 يوليو. حبيب قلبي هما كان الفترة دي اليوم كام؟ 23 يوليو صح؟ 23 يوليو ادوا كده مهلة كام يوم؟ من 23 هم قالوا له مشي قبل يوم 26 يعني مهلة 3 أيام صح؟ طب 3 أيام الساعة قبل لما تيجي 6 مساء من يوم 26 يوليو لازم أن تكون مغادر البلد او سايب البلد وماشي. قولها تاني. يبقى ما اجي اقول لك ايه يا مستر مطالب الثوره او مطالب الثوار من الملك فاروق، هتقول له والله يا مستر قالوا له ايه؟ تتنازل عن عرشك، تتنازل عن حكمك لابنك احمد فؤاد الثاني، تمام، بس ان هو كان صغير السن، ركز في دي. طب تاني نقطه، مغادره البلاد قبل يوم 26 يوليو الساعه 6 مساء. طب تفتكر يا حبيب قلبي ان الملك فاروق هيوافق ولا مش هيوافق؟ هيوافق ولا مش هيوافق؟ هيوافق ولا مش هيوافق؟ لا يا مستر الملك فاروق هيوافق. طب ليه يا مستر هيوافق؟ بسبب سببين. اول سبب وافق الملك فاروق على مغادره البلاد هو واسرته فعلا قبل الموعد المحدد اللي هو يوم 26 يوليو قبل الساعه 6 مساء، لانه ادرك ان الجيش والشعب بيكرهان حكمه. يبقى هو ليه مشي؟ بسبب والله ان مصر ادرك ان الجيش والشعب يكرهان حكمه. طب بس كده؟ لا، هي مين الدوله اللي كانت بتساعده وحباه؟ هتقول لي والله مستر بريطانيا. يبقى بسبب تخلي انجلترا عنه. قول تاني، تخلي انجلترا عنه. انجلترا لبسته مع الشعب، انجلترا لبسته مع الجيش بتاعنا. يبقى ايه اللي حصل وخلى الملك فاروق يغادر قبل الموعد المحدد؟ بسبب لأنه أدرك إن الجيش والشعب بيكرهان حكمه. تاني نقطة، إن تخلي إنجلترا عنه. فأول إنجازات يا حبيب قلبي إنجازات ثورة في المجال السياسي. كلمة إنجازات الثورة في المجال السياسي، بيقول لك في ديسمبر 1952 تم إلغاء دستور 1923. إيه ده يا مستر؟ أنا كنت سمعت دستور 1923 ده، افتكر معايا كان مين اللي عامله؟ واحد اسمه عبد الخالق ثروت، وافتكر إن الدستور 1923 كان ليه مميزات وعيوب، صح كده؟ فجه واحد اسمه افتكر بقى إسماعيل صدقي، قام جه لغى الدستور ده اهو وعمل دستور 1930 و1930 اعطى للملك حريات واسعه، صح كده؟ طب اما اعطى الملك حريات واسعه قام جه الشعب قام بثوره ادى الى الغاء 1930 ورجعوا دستور 1923. انا بديك المثل بتاع الترم الاول، فانا بقول لك انجازات الثوره في المجال السياسي. اول انجاز في المجال السياسي الغاء دستور 1923. حبيب قلبي اما اجي اقول لك اول انجازات الثورة، حبيب قلبي أول إنجازات الثورة هي كانت قانون اسمه الإصلاح الزراعي. ركز في دي بقى، ده سؤال موضع امتحان. أما بقول لك أول إنجازات الثورة، أول حاجة الثورة عملت قانون اسمه قانون الإصلاح الزراعي. طب تاني نقطة يا مستر، في يناير 1953 حل الأحزاب السياسية، ما بقاش في أحزاب سياسية تتخانق على الحكم يا مستر. طب في يونيو 1953 ايه اللي حصل؟ تم إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية. إلغاء الملكية، إعلان الجمهورية، وعين اللواء محمد نجيب هو أول رئيس للجمهورية المصرية. يبقى مين هو أول رئيس للجمهورية المصرية؟ اللواء محمد نجيب، بعد ما لغى الملكية وإعلان الجمهورية في يونيو 1953. فبقول لك أكتوبر 1954 بعدها بسنة تم توقيع اتفاقية بين مصر وانجلترا اسمها اتفاقية الجلاء، ان انجلترا تمشي وتسيب مصر خالص. فتم توقيع اتفاقية اسمها اتفاقية الجلاء ما بين مصر وما بين بريطانيا، ان بريطانيا تسيب البلد وتمشي، فقرر فيها جلاء القوات البريطانية عن مصر، وعملوا هدنة مدتها 20 شهر، من خلال 20 شهر انك تسيب البلد وتمشي. طب يا مستر في 18 يونيو 1956 بعدها بسنتين تم رحيل القوات البريطانية عن مصر بعد احتلال ما دام 74 سنة، وده بيسميه عندنا عيد الجلاء. يبقى يوم 18 يونيو 1956 بنسميه عيد الجلاء، يعني 18/6/1956 من كل سنة، ده هو 18/6
بنسميه عندنا عيد الجلاء، يعني عيد جلاء الاحتلال البريطاني من مصر. طب يا مستر في يوليو 1956 قاموا بتأمين شركة قناة السويس. حبيب قلبي هو ان دلوقتي بقت تأميم شركة قناة السويس تحت إدارة مصرية، فأصبحت منذ هذا التاريخ شركة مصرية بإدارة مصرية. طب صلي على حبيبك النبي عليه افضل الصلاه والسلام. عندنا مجال الثوره او انجازات الثوره في المجال الاقتصادي. كلمه اقتصادي يعني بتجيب فلوس، برافو عليك. بص يا حبيب قلبي، اول حرفه الزراعه. عملوا ايه يا مستر في الزراعه؟ ده سؤال، اديني دليل. اهتمت ثوره 23 يوليو 1952 بالزراعه، حيث قاموا بتوسيع الاراضي الزراعيه والصحراويه لزياده الرقعه الزراعيه، يعني زياده الانتاج. طب تاني ما يا مستر، تاني حاجه انشاء السد العالي. طب يا حبيب قلبي انت كنت واخد من ابتدائي اهميه السد العالي، ولا مثلا تقول لي تخزين المياه. طب تاني نقطة توليد الكهرباء، برافو. تالت نقطة حماية البلد من خطر الفيضان. يبقى أول حاجة حماية البلد من خطر الفيضان، تاني حاجة تخزين المياه، تالت حاجة توليد الكهرباء. طب تاني يا مستر حرفة اسمها الصناعة. طب حبيب قلبي اديني دليل ان هم اهتموا بالصناعة. يا مستر حيث اقاموا انشاء العديد من المصانع، حديد وصلب في حلوان، واسمدة اسوان. حديد حلوان، سين اسمدة اسوان، حديد حلوان، سين اسمدة اسوان. يبقى حديد وصلب في حلوان والاسمدة في اسوان، حديد وصلب في حلوان والاسمدة في اسوان. يعني جه سؤال قبل كده قال لك تم انشاء مصنع الاسمدة في الوجه البحري ولا في الوجه الإبلي؟ يلا قول كده، وجه بحري وجه إبلي. طب ليه وجه إبلي؟ لأن ده الوجه اللي في الجنوب. طب يا مستر ما هي أسوان من محافظات الوجه الإبلي. طب تاني نقطة، حيث اهتموا بالتعليم الصناعي. بدأوا يا مستر يهتموا بالتعليم الصناعي، ان يشغلوا الناس، والتدريب المهني. بدأوا يدربوا الناس يا مستر على حرفة الصناعة. واهتمام بالبحث والتنقيب عن البترول، بدأوا يبحثوا عن البترول اللي موجود في باطن الأرض، وإنشاء معامل تكرير البترول. كلمة تكرير البترول يا مستر يعني يطلعوا منه مشتقات زي البنزين والسولار، برافو عليك. طب يا مستر التجارة عملوا ايه؟ حيث اهتمت ثورة 23 يوليو بالتجارة. حبيب قلبي اعرف دي جدا، لو الزراعة حلوة يبقى الصناعة حلوة، يبقى التجارة حلوة. يبقى بقولها تاني، يبقى لو الزراعة حلوة يبقى الصناعة حلوة، يبقى التجارة حلوة، وماما حلوة. ماما حلو. ماما حلوة ايه انت؟ معلش، يبقى زراعة صناعة تجارة. بقول لك بقى التجارة، بقول لك تم فتح أسواق خارجية. فتحنا سوق بره لتسويق المنتجات المصرية، فتحنا سوق بره مصر في الدول اللي بره، ونحط فيها منتج مصري من اللي احنا بنصنعه. طب اما مصر اما يتباع بره، برافو عليك، برافو عليك، برافو عليك. ده احنا اللي هنكسب، ده احنا اللي هيكون معانا فلوس كتيره. تاني حاجه قاموا بتمصير البنوك، وافهمك يعني ايه، وشركات التامين وشركات التصدير والاستيراد. اهو بص خلوا كل حاجه مصريه بفلوس مصريه. بص دي كده، خلوا كل حاجة بفلوس مصرية وأيدي مصرية وعمالة مصرية. يبقى خلوا البنوك بفلوس مصرية، خلوا شركات التأمين بفلوس مصرية، خلوا شركات التصدير والاستيراد بفلوس مصرية. تمام كده يا معلم؟ صلى على حبيبك النبي. عندي يا حبيب قلبي المجال الاجتماعي. أول حاجة القضاء على ظاهرة الإقطاع. حبيب قلبي افتكر معايا يعني إيه الإقطاع؟ هي سوء توزيع ملكية الأرض الزراعية، صح كده؟ صح كده؟ يبقى سوء توزيع ملكيه الارض الزراعيه. طب ايه اللي حصل؟ تم صدور قانون اسمه الاصلاح الزراعي الاول، وده كان في سبتمبر 1952. طب صلى على النبي كده، تعالى في المجال بقول لك ايه في سبتمبر 1952. حبيب قلبي ايه الفرق ما بين سبتمبر وما بين ديسمبر؟ ده شهر كام؟ ايه الفرق ما بين سبتمبر وديسمبر؟ حبيب قلبي ديسمبر اللي هو شهر 12، ماشي؟ فبقول لك شهر 12 1952. طب سبتمبر شهر 9 1952. يبقى عشان كده قلت لك ايه؟ اول انجازات الثوره في المجال نقط. اول انجاز الثوره في المجال طبعا يا مستر الاجتماعي. طب ليه الاجتماعي؟ طب ايه يا مستر اول انجازات الثوره في المجال الاجتماعي؟ طب ليه يا حبيب قلبي الاجتماعي؟ لان احنا لغينا. بس بقى كده ظهرت قوي، انت كده قطعت لي الشورت في البسين. حبيب قلبي انا بقول لك شهر سبتمبر وشهر ديسمبر.
حبيب قلبي شهر سبتمبر اللي هو شهر 9، طب شهر ديسمبر اللي هو شهر 12، طب 1952 و1952. صلى على حبيبك النبي يا مستر. عشان كده قلت لك ايه؟ اول انجازات الثوره في المجال نقط. اول انجازات الثوره في المجال هتقول لي طبعا يا مستر الاجتماعي. طب ليه يا حبيب قلبي الاجتماعي؟ ليه هتقول لي يا حبيب قلبي الاجتماعي؟ لان الاجتماعي هو كنا قضينا على ظاهره تسمى ظاهره الاقطاع، وعملنا قانون اسمه قانون الاصلاح الزراعي في سبتمبر 1952. يبقى ده اول حاجه الثوار عملوها، ده اول حاجه الضباط الاحرار عملوها، ان هم لغوا دستور. يبقى دي يا حبيب قلبي اول حاجه عملوها، ان هم قاموا بقانون الاصلاح الزراعي الاول، تمام، بتحديد ملكيه الارض الزراعيه. طب ايه اللي حصل يا مستر؟ اهو في سبتمبر 1952. يبقى ده اول انجاز للثوره، ده اول انجاز للثوره. بص بقى، حيث قاموا بقانون اسمه الاصلاح الزراعي الاول في سبتمبر يعني شهر 9 1952، ثم صدور قوانين اخرى للاصلاح الزراعي بتحديد ملكيه الارض الزراعيه ب50 فدان. خلوا الفلاح يبقى معاه 50 فدان مما زاد من تملك الفلاحين للارض الزراعيه. تاني نقطه يا مستر، عملوا مجانيه اسمها مجانيه التعليم. خلوا التعليم بالمجان في المراحل الابتدائيه وقبل الجامعي والجامعي، كله بالمجان لكل الناس. واقاموا الوحدات الصحيه اللي بنسميها المستشفيات والجمعيات الزراعيه اللي هي الجمعيات او جمعيه الفلاحين. طب بعد كده قاموا بتحديد ساعات العمل واشراك العمال في مجالس الاداره الشركات والمصانع وتحديد نسبه من الارباح. لان يا مستر حبيب قلبي انت صاحب شركه، مين اللي بيكسب الشركه؟ تقول لي انت؟ لا يا حبيبي مش انت، امال مين؟ هم العمال اللي شغالين هم اللي بيكسبوها. لازم يا حبيب قلبي ترقيهم فالبوزيشن بتاعهم يعلى، فهم يحسوا ان هم بيتعبوا فياخدوا مقابل يعني نسبه من الارباح لو انت طبعا بتكسب. طب بعد كده اصدار قوانين للتامينات الاجتماعيه اللي بنسميها التامينات والمعاشات. طب بعد كده للموظفين والعمال. ومنح للمرأة حق الانتخاب والترشح لمجلس النواب اللي هو مجلس الأمة اللي هو مجلس الشعب. يبقى اما اجي اقول لك ما العلاقة بين المرأة وثورة 23 يوليو؟ هي مستر العلاقة بين الست والثورة. هتقول لي والله يا مستر ان كان من انجازات الثورة في المجال الاجتماعي من ثورة 23 يوليو 1952 لانها منحت للمرأة الحق في المشاركة في الترشح في مجلس الأمة والانتخاب في مجلس الأمة أو النواب أو الشعب. كل ده في المجال الاجتماعي. وتتخيل المجال الاجتماعي ده هو بيتكلم عن الأسرة، بيتكلم عن الأفراد، بيتكلم عن العمل، بيتكلم عن المدارس، بيتكلم عن المستشفيات، صح؟ بيتكلم عن المعاشات، بيتكلم عن التأمينات، بيتكلم عن المرأة. كل ده هو اللي انت شايفه ده هو في المجال طبعا الاجتماعي. طب بعد كده مستر في المجال العربي والدولي، يعني ما بين الدول العربية ان مصر ساعدت بعض الدول العربية والافريقية. افتكر معايا ان كانت ثورة 23 يوليو هي اكتسبت اهمية كبيرة لما تركته من حركات تحررية للدول العربية بشكل خاص والعالم بشكل عام. بص بقى، عشان ينالوا الاستقلال اول دولة اسمها السودان، الجزائر، تونس، المغرب، الكويت، العراق، اليمن، كينيا. بص بقى قسمهم لي دول جناح عربي افريقي ودول جناح عربي اسيوي. طب السودان طبعا يا مستر افريقي، طب الجزائر برضه افريقي، طب تونس معانا، طب المغرب برافو عليك، طب دوله اسمها كينيا. دمك كده من الجناح العربي الافريقي. قولهم بقى بالترتيب بالراحه. يبقى تونس، الجزائر، مغرب، سودان، كينيا. ده بقى احنا حافظينهم، مش احنا بنقول ايه؟ مصر، ليبيا، تونس، جزائر، مغرب، موريتانيا، السودان، صومال، جيبوتي، جزر القمر. طب بعد كده يا مستر من الدول الجناح العربي بقى الاسيوي اهو دولة الكويت، دولة العراق، دولة اسمها اليمن. يبقى عراق، كويت، يمن، عراق، كويت، يمن، عراق، كويت، يمن. طب تاني حاجة ان مصر ساند حقوق الشعب الفلسطيني عشان ياخدوا الاستقلال ويكون دولة مستقلة يكون عاصمتها القدس الشريف. طب تالت نقطة تحقيق اول تجربة للوحدة العربية ما بين مصر وسوريا. الاتنين بقوا دولة واحدة، ودي عملوا اتفاقية اسمها اتفاقية الدفاع المشترك، اتفاقية الوحدة العربية ما بين مصر وسوريا في فبراير يعني شهر 2
2 1958 ولم تستمر طويلا لان هما انفصلوا 1961. بعد كده مستر النقطة اللي بعدها كسر احتكار السلاح العالمي بعقد ان مصر راحت عملت صفقة اسمها صفقة الأسلحة الشرقية. صفقة الأسلحة الشرقية، صفقة الأسلحة الشرقية. وكلمة الأسلحة الشرقية هي الكتلة الشرقية اللي بنسميها الاتحاد السوفيتي او الاتحاد السوفيتي اللي هي دلوقتي روسيا. رحنا مصر عملنا معاها اتفاقيه ان احنا نجيب منها اسلحه، لان تفتكر كان من سبب هزيمتنا في حرب فلسطين انتشار الرشاوي كما حدث في صفقه الاسلحه الفاسده. طب بعد كده مستر مصر ساهمت في تشكيل حركتين دوليتين كنا خدناهم في بعض الاراء في الاول بعض المؤرخين، حركه عدم الانحياز والحياد الايجابي. تعالى كده مصر ساهمت في تشكيل عدم الانحياز والحياد الايجابي. ومين اللي دخل معانا؟ دوله اسمها الهند، دوله اسمها يوغوسلافيا. الهند يوغوسلافيا بالاضافه الى اندونيسيا. الهند يوغوسلافيا بالاضافه الى اندونيسيا. تاني الهند، تاني يوغوسلافيا بالاضافه الى اندونيسيا. اتعمل فيها مؤتمر اسمه باندونج 1955. يبقى في مؤتمر اسمه باندونج 1955 مصر، وده اتعمل في دولة اندونيسيا. مين اللي دخلوا يا مستر؟ مصر والهند ويوغوسلافيا. اوكي كده في مشاكل. طب يا مستر احنا عندنا ما المقصود بعدم الانحياز؟ يعني ايه يا حبيب قلبي عدم الانحياز؟ هو عدم الانضمام الى الكتله الشرقيه ولا الكتله الغربيه. ركز معايا وصلي على النبي همثلها لك. دي يا مستر كتله دي يا حبيب قلبي مثلا كتله اسمها الكتله الشرقيه بنسميها الاتحاد. طب دي يا حبيب قلبي كتله اسمها الكتله الغربيه بنسميها الولايات المتحده الامريكيه. بص يا حبيب قلبي بقى، مصر وقفت اهو كده اهو في النص اهي مصر، وقالت لك ايه؟ انا ولا مع دي انا ولا مع دي انا ولا مع دي ولا مع دي ولا مع الكتله الشرقيه ولا مع الكتله الغربيه، فهعمل حركه اسمها حركه عدم الانحياز. عدم ايه؟ الانحياز والحياد الايجابي. انا مع الحق يا مستر، انا ولا مع دي ولا مع دي. يبقى مصر عملت ايه؟ مصر وقفت في النص ما بين الكتله الشرقيه والكتله الغربيه، ولا راحت تروح مع ده ولا راحت تروح مع ده. تمام كده؟ يبقى اما بقول لك ما المقصود بعدم الانحياز هو عدم الانضمام ولا الكتله الشرقيه ولا عدم الانضمام الى الكتله الغربيه.